اسمه الحقيقه على فكره فيليشبرتو سيستيبال. اوبا فراد يقدر جول جول يا محمد بركات. مش فرحان قوي يعني، بيقول انا جايب جول في التيم بتاعي، لكن ما شاء الله محمد بركات يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر. النهاردة فيديو جديد وهنكمل بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة مباراة الإياب ضد النادي الإسماعيلي في الإسماعيلية. طبعا مباراة الذهاب فزنا فوز صعب جدا بشق الأنفس 1-0 كان بهدف فلافيو. النهاردة مباراة الإياب في الإسماعيلية لازم نركز إن الماتش هيكون صعب جدا. الجيل ده صعب جدا من الإسماعيلي، نحاول نقفل ونستغل المساحات اللي هتكون في الدفاعات الإسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ اللقاء، الإسماعيلي على شمالنا، الأهلي على يميننا. فلافيو، بركات بركات بركات، اللمة الحلوة دي بتاع بركات وأبو تريكة. أول فرصة في اللقاء نخش بيها كده الأجواء، يضيعها أبو تريكة. لازم نحاول أكتر من كده، لازم نهاجمهم يعني، ما ننكمش لورا بس. يعني الماتش لسه ما فيهوش حاجة، لكن لازم نركز، ما فيهوش فرص يعني صعبة. اوبا الحمد لله لسه بنقول ما فيهوش فرص صعبة. وابو جريشة بيضيع هدف اول سهل جدا، والحضري واقف بيتفرج زينا، واقف بيصور الكورة. لكن الحمد لله ربنا ستر وعدت على خير، ومقفلين كويس قوي يعني الماتش. اوبا مش عايزين بقى غلطات وائل جمعة ساعات كده ايه بتهب منه، مش عايزين الحاجات دي. لسه هنا ابو جريشه هيلعبوا على العرضيات بتاعتهم خطيره قوي. العرضيات بتاعت الاسماعيلي دي خطيره قوي زي ما انتم شايفين. الحمد لله احنا لسه ما جيناش الماتش يا جدعان غير فرصه ابو تريكه البسيطه دي، لكن هم طبيعي جدا هيكونوا هم المستحوذين. لازم احنا نبغتهم بهدف. يلا يا متعب بقى، ضربة جزاء يا راجل يعني. الحمد لله. واديله بقى انذار يعني. انت حسبت دي كانت على الكوره بصراحه لشريف عبد الفضيل، لكن الحمد لله ضربة جزاء بقى، حرام مش حرام هنستغلها، ونخلي امير القلوب ابو تريكة هو اللي يشوط الكورة يتقدم لها. يلا يا راجل، يلا يا ابو تريكة. الهدف الاول، الهدف الاول للنادي الاهلي 2-0 مجموع الماتشين كده. وبصراحة ضربة جزاء سهلت علينا الامور، لان الاسماعيلي كان عمال يهاجم وكان في طريق انه يسجل الهدف الاول، لكن 1-0 من ضربة جزاء للاهلي. الحمد لله كده يعني الظروف خدمتنا. ونكمل بقى كده لاخر الماتش، عشان ايه الاسماعيلي هيفضل ندي صعب طبعا، مش هيسيب الماتش بسهوله. و... وده ماتش في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، مش ماتش عادي يعني. فلافيو لسه ياه والله كانت اتردت الكوره من محمد شوقي يعني. بصوا اتخبطت خبطه كده كانت رايحه في الجون دي، في القائم كمان، لكن تعدي الكوره وخلاص بقى يعني. الكوره الحمد لله عايزانا الماتش ده. حاسب انا الانفرادة دي خطيرة قوي. ابو جريشة الحمد لله عدت على خير الكرة دي، ويصفر الحكم الشوط انتهاء الشوط الاول. وبصراحة الاسماعيلي كان طرف افضل فيه، ضيعوا 3 فرص محققين. احنا ما فيش تقريبا غير فرصة ابو تريكة اللي في الاول دي، واللي هي قدامكم دي، وضربة الجزاء. مقفلين هما بشكل كويس قوي يعني. كويس ان احنا اوبا الغلطات بقى، الغلطات والهدف الهدف الثاني للاهلي و3-0 مجموع الماتشين. محمد بركات الزئبقي يحرز الهدف الثاني لتاكيد الصعود للنهائي. خلاص انتهت الامور بالنسبه للاسماعيلي. هم غلطوا في كورتين، سجلنا منهم هدفين، عمال يضيعوا فرص من اول الماتش. لكن هي دي كرة القدم، اللي بيستغل الفرص هو اللي بيكسب في الاخر. وده اللي حصل بالظبط يعني. احنا استغلنا الفرص، استغلنا اخطاء الاسماعيلي، سجلنا هدفين منهم، خلاص الامور انتهت. حلوة قوي الغلطات ياه. كنا الغلطة التالتة للاسماعيلي اللي كان هيجي منها الهدف التالت، مش ممكن النهاردة غلطات بالجملة من دفاع الاسماعيلي هي اللي ودتهم في داهية يعني. فاول، مش هيدي بقى انذار. الراجل ده عمل كل حاجة النهاردة سيئة في كرة القدم. ابو جريشة ده ضيع فرص قد كده، وعمال يعمل في فاولات من الصبح. متعب بقى الهدف الثالث و4-0 مجموع الماتشين. نتيجة تقيلة قوي على الإسماعيلي. ودي ميزة بقى جيل الأهلي اللي هو بتاع 2005 ده، كان جيل تاريخي. فأنت مهما كنت وحش، الفريق مهما كان وحش هيعرف يكسب برضه. ينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3-0 مجموع الماتشين 4-0، ويصعد خلاص. وصلنا للنهائي،
هل بقى هنشوف الزمالك عمل ايه مع اتحاد العاصمه الجزائري؟ هل هيكون فيها نهائي القرن تاني؟ هنشوف الاهلي والزمالك في النهائي، نهائي القرن. الزمالك كسب مجموع اللقاءين 5-3، نتيجة تقيلة برضو، واحنا كسبنا بمجموع الماتشين 4-0. فالافضل هيلاعب الافضل عشان يشوفوا مين الافشخ فيهم. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوا نهائي القرن قريبا ان شاء الله. انا عمر مانشستر، بحبكم في الله، مع السلامة.